ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتنا صباح فود. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده هنعمل مع بعض 3 وصفات مختلفه وافكار لطبق الفول في السحور. تابعونا واعملوا لايك وشير لقناتنا صباح فود. احنا هنبدا الفول من الاول خالص، من اول التدميس. ده نص كيلو فول اتغسل كويس قوي واتنقع 6 7 ساعات. بعد كده هبتدي احطه في الحله. وهزود عليه لنص كيلو فول نص كوبايه فول مدشوش مغسوله كويس قوي ومتنضفه كويس قوي. وبعد كده هزودهم بميه ميه مغليه، وهحطه على نار هاديه. بياخد تقريبا 7 8 ساعات، لكن بيتزود ميه مغليه برضو لما يكون محتاج. لما تكوني لسه بتبصي عليه وتلاقيه الميه اللي فيه قلت، بتزودي له شويه ميه وتتابعيه. هتلاقيه استوى في خلال 7 ساعات او 6 ساعات، بس بيبقى النار عليه هاديه قوي. ده كده انا لسه هحطه على النار. وده شكله بعد ما استوى. انتي ممكن بقى تضربيه في الخلاط او تسيبيه صحيح كده، وتبقي تهرسي منه على قد الكميه اللي انت عايزاها. هنبدأ مع بعض. اول وصفة معانا الفول بالطماطم. معلقتين زيت كبار هنسخنهم وننزل عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هنحمرها. بنقلب الثوم كويس بحيث ان كله ياخد نفس اللون الذهبي وهو بيتشوح. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين بصل اخضر متقطع. ده اختياري. البصل الاخضر في الاكل بيدي نكهة حلوة. لو انت عايزة تحطيه حطيه، مش عايزاه خلاص. وفلفل اخضر، معلقة فلفل اخضر متقطعة. وبقلب كله مع بعضه كويس قبل ما هنزل عليهم بالطماطم المتقطعة. كده تشوحوا كويس والثوم خد اللون الذهبي. هنزل عليهم بطماطميتين كبار متقطعين او 3 وسط. الكمية دي اللي بولت فول. هقلب كويس مع بعض. وبعد كده هنزود الملح بتاعنا. انا مش هحط توابل لان انا حاطه الملح عليه فلفل اسمر وكمون وشطه. وبعد كده بغطيه 10 دقايق، وبيبقى بعد كده وصل ان هو اتسبك خلاص. هنزل عليهم بالبوله بتاعت الفول. الفول بقى انت زي ما انت حابه، لو انت عايزه تضربيه في الخلاط اضربيه، لو انت عايزاه يبقى صحيح زي ما هو كده، او تهرسيه مثلا بالشوكه، على حسب ما انت بتحبي الفول عامل ازاي. انا هرسته كده بظهر المعلقه، حاجه بسيطه، مش عايزاه يبقى مهروس خالص، انا عايزاه برضو يبقى فيه فول صحيح. انت بقى اعمليه بالشكل اللي انت عايزاه او الولاد بيحبوه. كده ده اول وصفه معانا، الفول بالطماطم. الوصفه التانية معانا الفول بالبيض. معلقتين كبار زيت ذرة، وهنزل عليهم بالبيضتين. انت ممكن تبدلي زيت الذرة بالسمنة، او ممكن تخلطي سمنة وزيت على بعض، او الزبدة زي ما انت بتحبي. كلهم ينفعوا. وهحط مع البيضتين دول معلقة صغيرة توم مفروم. وشوية فلفل اخضر متقطع. ولو عايزه تحطي بصل اخضر برضو ممكن تحطي بصل اخضر. زي ما بقولك البصل الاخضر في الاكل بيدي نكهه حلوه قوي ومميزه فعلا. دول معلقتين بصل اخضر متقطع. بعد كده هقلب كله مع بعضه بحيث ان البيض يستوي، وفي نفس الوقت البصل والفلفل الاخضر ياخدوا التشويحه مع الثوم. قلبي كويس.
بعد ما البيض بيستوي والبصل بتاعي بيتشوح بنزل عليهم ببولة الفول. زي ما قلت لك الفول انت ممكن تضربيه كله في الخلاط فيبقى كله قوام كريمي كده للفول، او تهرسيه بالشوكه على حسب الكميه اللي انت عايزاها، او تسيبيه صحيح زي ما هو كده، لان تفضيلات الناس بتختلف في موضوع ان الناس بتحب الفول يفضل صحيح كده زي ما هو، وفي ناس بتحبه يبقى مهروس خالص. ده هنا انا سايباه صحيح، واحط عليه الملح، معلقه الملح. الملح ده عليه توابله، عليه فلفل اسمر وعليه شطه وعليه كمون. لو انت هتحطي ملح عادي فانت ممكن تزودي التوابل اللي انت حباها، تزودي فلفل اسمر، تزودي شطه، تزودي بابريكا، زي ما انت حابه. ده الطبق التاني معانا فول بالبيض. ندخل بقى على الطبق التالت، فول بالزيت والطحينه. هنحط بولة الفول. هنا الفول ده بقى انا هرساه جامد بالشوكه، بسخنه كويس على النار في الطاسه. زودت عليه الملح برضو، الملح اللي هو عليه البهارات بتاعته. وبعد كده هو انا بستناه بس يسخن كويس. بعد كده حطيت عليه كوبايتين كبار طحينة، وهقلب كويس. بعد كده احط الزيت. انت ممكن تحطي زيت ذرة، ممكن تحطي زيت زيتون على حسب تفضيلاتك انت بقى. ده زيت ذرة. وهقلب كويس. اخر حاجة خالص بتحطيها عصرة الليمون علشان ما يمررش، يعني بعد ما بتطفي النار بتحطي عصرة الليمون بتاعتك. ان انا خلاص قلبت كويس مع الزيت والطحينة الفول وغلى سخن كويس قوي. حطيت كمون، الكمون ده اختياري. وعصرة الليمون دي خلاص بيبقى طفيت على الفول وبقلبه كويس. كده خلصنا الفول بالزيت والطحينة. وبالهنا والشفا، احنا كده عملنا الثلاث وصفات: فول بالبيض، فول بالطماطم، وفول بالزيت والطحينة. وكل سنة وانتم طيبين، وبالهنا والشفا.